إيران حركت أسلحتها الاستراتيجية من أجل الاستعداد لتوجيه ضربات للعمق الإسرائيلي. هذا بشكل مثير نشر اليوم على وكالة رويترز وعلى الأوسن ديفندر التي نقلت بشكل واضح هذه الوكالات التصريحات قادمة من مسؤول إسرائيلي حاليا مهم، وهو جوشوا زاركا رئيس الشؤون الاستراتيجية في الخارجية الإسرائيلية، الذي قام بالنشر والإجابة أو نوع من إعادة النشر لإحدى الأمور والتفاصيل المثيرة التي نشرت من شخص مهم آخر أمريكي، وهو جويل ريبرن، الرجل الذي كان مبعوثا لسوريا سابقا من عام 2018 وحتى عام 2021، وقد تحدث عن معلومات مثيرة بأن إيران والنظام الإيراني يحرك أسلحته الاستراتيجية للداخل السوري لكي تستخدم ضد إسرائيل. وطبعا هذا المسؤول الإسرائيلي الذي تحدثنا عنه جوشوا قال they are، أي بما معنى بأنهم فعلا يقومون بنقل هذه الأسلحة، وهذا يفسر تماما لماذا نرى ورأينا طبعا الضربات الكبيرة التي جاءت على المطارات السورية مثل مطار دمشق. بحسب الصور للأقمار الصناعية ترى أنت المدرج الذي يأتي إلى شمال طبعا هذا المطار الكبير قد ضرب بهذا الشكل 3 ضربات عندما نقترب منها، وطبعا أخرجت هذه الضربات هذا المطار عن الخدمة. وأيضا إلى الجنوب كما تلاحظ أيضا 3 ضربات أوقفت تماما الحركة في مطار دمشق. وفي نفس الوقت هم قاموا الأسبوع الماضي بضرب مطار حلب كما تلاحظون، ضربتين، واحدة هنا وواحدة هنا. وأيضا السوريون طبعا عملوا على عملية ترميم مطار حلب، ولكن جاءت إسرائيل فجأة بحسب تفاصيل مؤكدة حتى من الجانب السوري بأن ضربة إسرائيلية جاءت على مطار حلب مرة أخرى لتبقيه خارج الخدمة تماما. وهذا كله يأتي طبعا لمنع الأسلحة الاستراتيجية الإيرانية من الوصول إلى الداخل السوري، خاصة بأنهم لاحظوا بعد يومين مباشرة من العملية التي قامت بها الفصائل الفلسطينية الناجحة في الداخل الإسرائيلي، بدأت إيران بعمليات شحن كبيرة للغاية باستخدام طائرات شحن سورية عسكرية. وكانت هنالك 3 رحلات كما تلاحظون في 9 من أكتوبر جاءت على 3 نقاط أو إلى 3 نقاط في الداخل السوري. إذا ما اقتربنا هنا سترى بأن النقطتين هي تتجه باتجاه مطار حلب، وأيضا في نفس الوقت واحدة منها تتجه إلى قاعدة حميميم الخاصة طبعا والتي وتتواجد فيها القوات الروسية. والفلايت ريدار هي التي ثبتت هذه الرحلات بتاريخ 9 من أكتوبر. ستلاحظ أن هذه الحركة وهذه هي الطائرة العسكرية وطائرة مهمة جدا، والطائرات المهمة العسكرية للشحن السوري مسجلة بهذا الشكل. وبالتالي إسرائيل اتخذت قرارا كبيرا بإخراج هذه المطارات عن الخدمة تماما، لا بل إنها مستمرة إسرائيل وبدأت تضرب بقوة الأسلحة التي أيضا يتم شحنها ويتم إرسالها على المستوى الأرضي أو من العراق إلى الداخل السوري. فوكالة صدى الشرقية، وكالة نورث بريس، وكذلك وكالة إسرائيل وور روم كانت قد تحدثت بشكل واضح أن هنالك ضربات غامضة عادة توضع الأصابع الاتهام مباشرة لإسرائيل بأنها هي من قامت بهذا الأمر، أن هنالك ضربة جاءت كبيرة باتجاه مدينة البوكمال الحدودية مع العراق بعد وجود شحنة سلاح خاصة بالفصائل المسلحة المقربة من إيران كانت تنقلها من الداخل العراقي إلى الداخل السوري. انتظروها حتى تدخل إلى البوكمال وقاموا باستهدافها بطائرات مسيرة، وتبقى هي طبعا في ظروف غامضة للغاية لا إعلان أبدا. وعادة إسرائيل هي من تقوم بمثل هذه العمليات، وبالتالي نحن أمام هنا عملية إخراج مطار دمشق عن الخدمة، الاستمرار بإخراج مطار حلب عن الخدمة تماما. وهذا طبعا هو يضع النظام السوري في مشكلة حقيقية للغاية، لأنه أصبح معزول دوليا، وهذا سيكلفه طبعا وسيضع تكلفة اقتصادية باهظة للغاية على النظام السوري. بالتالي هو معزول بهذه الطريقة على مستوى الطيران الدولي. وكذلك أن طائرات الشحن الإيرانية والنقل الجوية الإيرانية الآن قد توقفت تماما مع استمرار هذه الضربات على المطارات الموجودة في سوريا. والآن أصبحت هذه المنطقة هي منطقة
إطلاقة نار من البوكمال إلى الداخل السوري وحتى دير الزور. يبدو بأن إسرائيل تركز على هذه المنطقة أيضا لإيقاف أي شحن للسلاح، وبالتالي هي تحاول إبعاد حقيقة أن الفصائل المسلحة الموالية لإيران الموجودة في سوريا أو حتى حزب الله اللبناني يريدون منعه من الحصول على أي أسلحة من الجانب الإيراني. وطبعا هذه مسألة مهمة بالنسبة للجانب الإسرائيلي أن تبقى سوريا على هذا الحال، وذلك لأنها تسلمت رسالة مباشرة من الجانب الإيراني على المستوى الرسمي. للمرة الأولى نرى مثل هذه التصريحات الكبيرة التي طبعا جاءت بداية من قبل موقع أكسيوس الأمريكي، الذي طبعا نقل هذا الموقع تصريحات مهمة من وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان، الذي استمر بتصريحات مكثفة إيرانية حول أنهم قد يدخلون على خط هذه المعركة تماما إذا ما تصاعدت بشكل كبير. وموقع أكسيوس أشار إلى زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى لبنان، وكان قد التقى بمبعوث الأمم المتحدة في الشرق الأوسط وهو تور وينزلاند، قام بإرسال رسالة له وأوضح له إذا تصاعدت الأمور باتجاه قطاع غزة وبدأت القوات الإسرائيلية باقتحام هذه المنطقة فإننا سنتدخل، وأن إيران لن تقف مكتوفة الأيدي أبدا. وطبعا مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط أرسل هذه الرسالة مباشرة إلى مستشار الأمن القومي الإسرائيلي وأبلغه بهذه المسألة، وجاء موقع أكسيوس ليسرب هذه التفاصيل الخطيرة للغاية. وحتى على العلن وزير الخارجية الإيراني قبل أن نبدأ هذا البرنامج بنصف ساعة تقريبا كان قد تحدث بشكل واضح بأن المنطقة قد تنفجر في أي لحظة، ولا أحد ممكن أن يعرف كيف من الممكن أن يكون وضع هذه المنطقة إذا انفجرت هذه الأمور. وطبعا الرسالة الإيرانية هنا واضحة بالنسبة للجميع بأن إسرائيل إذا بدأت بالهجوم مباشرة البري على قطاع غزة فبحسب التصريحات الإيرانية والكلام الإيراني هذا يعني بأن حزب الله اللبناني بالإضافة إلى الفصائل الموالية لإيران الموجودة في سوريا، ويجب أن لا نستبعد ما ممكن أن يكون قادما أيضا من العراق بالإضافة إلى جماعة الحوثي أيضا في اليمن، من الممكن أن تشعل الأمور وأن تصل بمديات صواريخها. ويجب أن لا ننسى الضفة الغربية، فهنالك فصائل فلسطينية تنشط شيئا فشيئا مع قطاع غزة مع عرب إسرائيل أيضا. من الممكن أن تتصاعد الأمور فجأة من كل اتجاه بمجرد ما تبدأ القوات الإسرائيلية بعمليتها البرية المرتقبة في داخل قطاع غزة، وبالتالي الوضع ممكن أن يأتي بضربة كاملة سريعة تربك الداخل الإسرائيلي، وهذا هو الأمر الخطير الذي تنتبه له إسرائيل. طبعا فإسرائيل رادار كانت قد أشارت بأن الأمر خطير للغاية من الجانب الإيراني عندما يتحدث بهذه القضية، لأنه هو أيضا ممكن أن يتدخل على المستوى الرسمي وبشكل مباشر مع كل الجبهات التي يفتحها. وأيضا حزب الله اللبناني هو الخطير، لأن حزب الله يمتلك بحسب الإسرائيل رادار أسلحة كيماوية، وهذه كلها قادمة من مصانع موجودة في الداخل السوري على مستوى دمشق، على مستوى منطقة طبعا المصياف، هذه كلها تتواجد فيها مصانع سبق لإسرائيل ومراكز طبعا هي للبحوث العلمية سبق لإسرائيل أن استهدفتها وتحدثت أن هنالك تطويرا لعدد من الأسلحة فيها. والحديث طبعا بحسب هذا المصدر الذي ذكرناه لكم بأنه تحت السيطرة الإيرانية وتحت سيطرة حزب الله اللبناني، وذلك من أجل تطوير هذه الأسلحة وإرسالها لحزب الله اللبناني. وخاصة يجب أن ننتبه بأن وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان بحسب ما نشره موقع أكسيوس الأمريكي أكد بأنه اطلع على خطط حزب الله اللبناني وبأنه لديه خطة من الممكن أن تزلزل الداخل الإسرائيلي، وهذا يعني بأن قد يستخدم طبعا أسلحة غير تقليدية، أسلحة غير طبيعية محرمة كيماوية، وممكن أن يستخدم غاز السارين أو غاز الأعصاب الذي من الممكن أن يشل طبعا الداخل والجيش الإسرائيلي، وبالتالي سنكون أمام ظروف فعلا مزلزلة إذا ما تصاعدت بهذا الشكل. طبعا الولايات المتحدة الأمريكية متكفلة بمسألة الرد على مثل هذه التحشيدات والتطورات التي ممكن أن تأتي من كل الجبهات التي تحدثنا عنها، فهي تزيد من تعزيزاتها في داخل البحر المتوسط. وجاءت وزارة الدفاع الأمريكية يوم أمس لتعطي ويعطي وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أوامرا بإرسال حاملة الطائرات الأمريكية العملاقة وايت آيزنهاور
إلى البحر المتوسط بعد أن كانت مجدولة بحسب البنتاغون وجدول البنتاغون أن تتجه مباشرة إلى أوروبا، ولكنه وجهها الآن إلى البحر المتوسط. وكنا قد تحدثنا عن هذه المسألة بأن الولايات المتحدة متجهة إلى هذا القرار الأربعاء الماضي، وها هو يتحول هذا الأمر طبعا إلى حقيقة كبيرة للغاية. ويجب أن ننتبه إلى موقع حاملات الطائرات. المسألة ليس فقط في القوة العسكرية الأمريكية الكبيرة التي ستتواجد باتجاه إسرائيل وكذلك قطاع غزة، لا أبدا، بل إن هنالك تحديدا لموقع على سبيل المثال USS جيرالد فورد، وأيضا حاملة الطائرات الأمريكية الحديثة والمعروفة، وكذلك لدينا USS نورماندي، وكذلك USS آرلي بيرك التي ترونها، أو آرلي بيرك كلاس طبعا.